من منا لا يعرف مقداد فتيحة، ذلك الاسم الذي أصبح مرادفا للدمار والتمرد في اللاذقية حين خرج من معطف النظام ليحمل السلاح ضد من كانوا يوما حلفاءه. في قلب عاصفة من العنف قاد لواء درع الساحل ليشعل الفتنة ويفتح بوابة جحيم لا تنتهي. مع كل رصاصة أطلقها كان يعيد تشكيل ملامح المدينة ويحول شوارعها إلى ساحة حرب لا رحمة فيها، وكأن التاريخ نفسه كان يكتب فصوله الجديدة بدماء الأبرياء. لم تكن اللاذقية بحاجة إلى مزيد من الشهود على مأساتها، فقد كانت شوارعها كافية لرواية الحكاية. أرصفة موحلة بدماء أبنائها، مبان أنهكها القصف، وأحياء صامتة كأنها فقدت القدرة على البوح. كانت المدينة تنفض عن نفسها غبار المعركة، لكن آثارها بقيت محفورة في الجدران والوجوه. استمرت الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي في معقل الأسد الساحلي، حيث تجاوز عدد القتلى 1000، معظمهم من المدنيين وفق ما أفاد به مرصد حقوقي. وبدأت المواجهات بعد أن نصبت مجموعة يقودها مقداد فتيحة، وهو عنصر سابق في الحرس الجمهوري شكل فصيلا مسلحا باسم لواء درع الساحل كمينا لقوات الأمن العام، ما أسفر عن مقتل عدد منهم. ردت السلطات بإرسال تعزيزات إلى اللاذقية، حيث خاضت مواجهات عنيفة انتهت بالقضاء على آخر جيوب الموالين للأسد في المدينة. لكن الفوضى التي رافقت العمليات الأمنية أدت إلى وقوع انتهاكات واسعة، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع عمليات قتل طالت مدنيين من الطائفة العلوية على يد مجموعات مسلحة أجنبية، وسط اتهامات بارتكاب مجازر بحق السكان. في محاولة لاستعادة السيطرة، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، معلنا عن اعتقال جميع المتورطين في استهداف المدنيين العلويين تمهيدا لمحاكمتهم. تزامن ذلك مع الإعلان عن اتفاق جديد مع القوات الكردية، ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو إنهاء النزاعات الداخلية وتوحيد البلاد، وسط تعهدات بإنهاء أي تحركات قد تؤدي إلى تأجيج الانقسامات الطائفية أو إعادة طرح مشاريع التقسيم.